أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم عملت طبق معكرونة نباتي، طبق كتير طلع طيب. صراحة مكوناته دائما متوفرة بالبيت وكتير سهل التحضير وسريع. خلونا نشوف مع بعض كيف عملناه. أنا عندي حطيت بالخلاط معلقة توم مهروس، عندي كان حبتين فلفلة مشوية، فيكم تستعملوا الفلفلة العادية، بالإضافة لبصلة فرمتها وقطعتها، وحطيت معهم كمان 3 قطع بندورة، 3 حبات بندورة وسط، قطعتهم وحطيتهم بالخلاط. رح أخلطهم لحتى أحصل على صوص ناعم ومخلوط كتير منيح مع بعضه. هلا بعد ما ينطحنوا كتير منيح انا رح افتحه واحط البهارات اللي بدي اياها. انا استعملت اليوم اول شي ملحتها، استعملت كمان زعتر الاخضر، ممكن كمان تستعملوا الاوريجانو، شوية ريحان مجفف، وكمان رشة بهار. وهلا بس رح ارجع اغطيهم واخلطهم لدقيقة واحدة بس لحتى ينخلطوا البهارات معهم. بطنجرة على النار حطيت شوية زيت زيتون ومعلقة زبدة، رح خليها تسخن وبعدين رح اضيف فوق الصوص اللي انا حضرته. بدي الصوص انا هلا هخليها تتعقد وتتسبك وتوصل هيك لسماكه معينه. رح تاخد معي تقريبا على النار يعني 10 دقائق لربع ساعه لحتى توصل للقوام اللي انا بدي اياه. بهالاثناء انا حطيت مي سخنه على النار لحتى اسلق فيها المعكرونه اللي رح استعملها. انا اليوم حبيت استعمل هذا النوع من المعكرونه، فيكم تستعملوا حيلا شكل انتم بتحبوه. بعد ما سلقتها وصفيتها وصارت عندي جاهزه كمان مثل ما شايفين. هلا الصوص كمان تسبكت ووصلت للقوام المطلوب وصارت هيك كثيفة. هلا أنا حبيت أستعمل البندورة مثل ما هي، ما ضفت لها أي شيء. إذا بتحبوا تكون طعمتها أتقل ممكن تضيفوا بتحضير الصوص معلقة مية فرنجي أو رب البندورة لحتى تطلع هيك طعمتها شوي أتقل، بس أنا حبيتها هيك وبفضلها بهذا الشكل. طعمتها كتير خفيفة والنكهات كتير هيك مع بعضها متناسقة وكتير طلعت طيبة وشهية. بتمنى تجربوها. أنا حبيت شاركها معكم لأنه وصفة كتير سهلة وكتير سريعة التحضير، ومكوناتها دائما بتكون متوفرة عنا بالبيت وبسرعة كتير حضرناها مثل ما شفتوا، وبنفس الوقت طلعت أكلة كتير طيبة. فحبيت شارك معكم هالطريقة، وهذا كان الفيديو لليوم. بشوفكم في فيديو جديد. سلام.